بقى دي الامانه اللي اخوك سايبها لك في البيت؟ البنت اللي عمرها 14 سنه واللي عمرها 11 سنه يبقوا حامل ومن عمهم؟ احنا في اخر الزمن والله. طبعا النهارده كلنا سمعنا وعرفنا بالفجعه اللي حصلت في المنوفيه. القصه باختصار بحسب الاقوال اللي اتقالت ان الشخص اللي قدامكم ده يبقى عامل بنتين، واحده عمرها 14 سنه والتانيه عمرها 11 سنه بس، والاتنين للاسف تم الاعتداء عليهم من عمهم، والاتنين حامل، واحده في الشهر السابع وتقريبا التانية في الشهر الأول أو التاني، حاجة زي كده. وفي روايتين اتقالوا في الجريمة دي. الرواية الأولى بيقولوا إن عمهم كان بيحط لهم مخدر في العصير وكان بيتم الاعتداء عليهم زي ما انتوا فاهمين. والروايه التانية ان هو كان بيعمل معاهم كده تحت تهديد السلاح. الام اكتشفت ازاي لما البنت اللي عمرها 14 سنه قالت لمامتها انا بطني وجعاني، وقعدت تشتكي مده كبيره. فلما الام خدتها وودتها للدكتور اكتشفت ان البنت اللي عمرها 14 سنه حامل في الشهر السابع. ونفس الشكوى اتكررت من البنت اللي عمرها 11 سنه، وللاسف اكتشفت ان البنتين حامل. ومع التحقيقات اكتشفوا ان السبب ورا كل ده هو عمهم. التحقيقات لسه شغاله، وبحسب الاقوال ان لسه هيعملوا دي ان ايه لما البنت تخلف. النصيحه لكل ام، لازم كل ام تعرف بنتها ان كل بنت لها خصوصيه، ولازم اي حاجه تحصل لها لازم تتكلم معاها فورا. في النهايه لسه نعرف في التحقيقات هل ده فعلا مدان وهو فعلا اللي عمل كده، ولا الموضوع ليه قصه تانية.